المشاهدين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نشرة الأخبار من الفضائية الإريترية، وفيها: جناح إقليم جنوب البحر الأحمر في مهرجان إريتريا يعمل على توسيع المعرفة التراثية. المشرفون على جناح إقليم عنسبة يؤكدون أن الهدف هو نقل التراث والعادات. تقييم العام الدراسي المنصرم في الإقليم الأوسط. سلاح الجو النيجيري يؤكد مقتل نحو 600 مسلح خلال 8 أشهر. بيلاروس تعتزم اختبار نشر صواريخ قادرة على حمل رؤوس نووية مع روسيا. والصين تفرض عقوبات على بنكين بالاتحاد الأوروبي في إجراءات انتقامية. أهلا بكم مشاهدينا. أفاد الزوار بأن محتوى جناح إقليم جنوب البحر الأحمر في مهرجان إريتريا لعام 2025 يدفع لإجراء أبحاث أوسع وتوسيع معرفة المواطنين. وذكر منسقا جناح الإقليم السيدة سعدية إبراهيم والسيد محمد علي أنه بالإضافة إلى الشواطئ والوديان فإن الإقليم فيه مناطق تتميز بمناخ الهضبة، لذلك فإن المحتوى يعكس المساكن الملائمة مع المناخ السائد في الإقليم، كما يعكس الجناح الحياة اليومية للأسر الساحلية بشكل عام والصيادين بشكل خاص، فضلا عن حل النزاعات التقليدية في قومية العفر بالقانون العرفي المعروف بمابلو، وتجهيز المقابر ومراسم الزفاف وغيرها من الطقوس. وأضافت السيدة سعدية أن المهرجان سيساعد على استكشاف التراث الثقافي الإريتري والحفاظ عليه من جهة، وتعريف الأجيال الشابة به وتوارثه من جهة أخرى. وأشارت إلى تلقيهم الآراء والتعليقات والمقترحات البناءة من الزوار، والتي من شأنها مساعدتهم في المستقبل. وأكد الزوار على اكتسابهم المعرفة حول جغرافية الإقليم ومناخه، وعلى الثقافة والتراث وأسلوب حياة قومية العفر. وفي المهرجان أيضا أفاد المشرفون على جناح إقليم عنسبة بأن الهدف من العروض هو نقل تاريخ وأسلوب حياة وثقافة وتقاليد المجتمع إلى الأجيال. وأوضح سكرتير لجنة المساكن التقليدية الأستاذ عبدو الدادي بأن عروض هذا العام تعكس السكن التقليدي ونمط الحياة الثقافية لقوميات البلين والتجري والتجرينيا، بالإضافة إلى محتويات تعكس الحياة المعيشية وطقوس الأفراح. وقال إن المواد التراثية التي تعكس المجتمع تقدم طواعية من قبل الأسر، مضيفا أن هذا يعكس الاهتمام ومستوى الوعي. وأكد رئيس لجنة التراث الشفوي الأستاذ محمد عبد الله على أن المعرض يعكس ثقافة وعادات وأسلوب الحياة. في غضون ذلك يقوم معرض الصور في قاعة معرض الصور في التعريف بالموارد السياحية في إقليم عنسبة. ودعا مقدمو الآراء إلى الاهتمام المستقبلي بالمعرض، والذي يتضمن موارد طبيعية وثقافية، بالإضافة إلى الأديرة والأماكن التي شهدت البطولات خلال النضال التحرري، لأنه يزيد معرفة المواطنين والأجانب. وقال رئيس لجنة معرض الصور السيد داوود كبرآب أن المعرض يساهم بشكل كبير في الترويج للموارد السياحية في الإقليم. قيم مكتب التعليم في الإقليم الأوسط العملية التعليمية في العام الدراسي المنصرم. وأوضح مسؤول المكتب الأستاذ بلاي هبتقابر أن تغطية التعليم من المرحلة التمهيدية وحتى المرحلة الثانوية جيدة، وأن نتائج مرضية مقارنة بالمميزات الموجودة. وقال إن نتائج التعليم هي العامل الذي يحدد مستقبل الشباب والبلاد، مشددا على أن نقاط الضعف لا يمكن إصلاحها من قبل طرف واحد فقط. وأفاد مسؤولو الوحدات أن المدارس بدأت الدراسة في الموعد المحدد بعد اتخاذ الاستعدادات اللازمة، مذكرين بضرورة تعزيز التنسيق لتحقيق نتائج أفضل في المستقبل. وذكرت وحدة المرحلة الثانوية أن 227 من أصل 8066 طالبا التحقوا بمدرسة بارسائي كانوا في الدفعة 37 من الخدمة الوطنية، حصلوا على النقاط الأربع الكاملة، وأن 33.5% منهم حققوا نقاط تؤهلهم لدخول الجامعة. وأوضح المدير العام لقسم الخدمات الاجتماعية في الإقليم الأوسط العقيد جبر هرنس والدقرقيس أن مستوى تنمية أي بلد يقاس من خلال التعليم، داعيا كافة الأجهزة الحكومية المعنية والجبهة على العمل المشترك من أجل تعزيز جودة التعليم والعملية
والعملية التعليمية. وتوجد في الإقليم الأوسط 151 روضة أطفال و103 مدرسة ابتدائية و49 مدرسة متوسطة و22 مدرسة ثانوية بإجمالي 325 مدرسة. بحث الإريتريون المقيمون في مصر وألمانيا سبل تعزيز مساهماتهم في البرامج الوطنية من خلال رفع مستوى الوعي وتعزيز وحدتهم. وفي هذا الإطار تخرج في 10 أغسطس 20 عضوا من تنظيم شباب الجبهة الشعبية للديمقراطية والعدالة في القاهرة من دورة تدريبية لمدة شهر في القضايا السياسية والتاريخية والثقافية. وهنأ مسؤول الشؤون العامة والمجتمعية السيد محمد نور إدريس الخريجين وحثهم على مزيد من العطاء والتأثير. وقال إن التدريب الذي تلقوه سيرفع من وعيهم وسيجعلهم يتحملون مسؤولية أكبر. من جهة أخرى أجرى منسق الشؤون القنصلية والدبلوماسية الشعبية في السفارة الإريترية في ألمانيا السيد تخلول باسي نقاشا مع أعضاء الجالية الإريترية في مدينة ماغديبورغ في 9 أغسطس الجاري. وتحدث عن الحاجة إلى وحدة المجتمع ودعا إلى العمل الجاد لتعزيز الهوية والحفاظ على الثقافة والقيم وتوارثها فضلا عن التفاعل بنجاح مع بيئتهم وعكس القيم والموارد القنية في إريتريا. ودعا رئيس جالية ماغديبورغ حاغوس تخلوم إلى حصول أعضاء الجالية والتنظيمات الأخرى على دعم السفارة في جهودهم لتعزيز التنظيم والمساهمة. يقوم سكان 11 إدارة ضاحية في مديرية نغفة بأنشطة فعالة للحفاظ على المياه والتربة وصيانة الطرق منذ شهر يونيو الماضي. وأوضح القائمون على البرنامج ومنسقيه تنفيذه بالتعاون مع وزارة الزراعة وقوات الدفاع والمجتمع، مشيرين إلى أن المشروع سيتضمن بناء فصول دراسية إضافية وغيرها. وأكد المشاركون في نفير على بذل قصارى جهدهم إدراكا لأهمية البرنامج وسيواصلون العمل عليه. من ناحية ثانية قدم قائد مركز شرطة نغفة الرغيب سمرة ولد برهان محاضرة قانونية للمشاركين وذكرهم بضرورة التحلي بالقيم، موضحا بأن الأخلاق والعمل الجاد من القيم التي تقود الطلاب إلى النجاح وتعكس مساهماتهم المرضية في برامج التنمية والمجالات الأخرى. مشاهدينا نشرتنا تواصل من الفضائية الإريترية، ولكن بعد فاصل قصير ابقوا معنا. قال سلاح الجو النيجيري أن الجيش قتل 592 مسلحا في ولاية بورنو بشمال شرقي البلاد خلال الأشهر الثمان الماضية بعد تكثيف القهرات الجوية في منطقة شهدت عنفا على مدى سنوات. وقال رئيس هيئة الأركان الجوية حسن أبو بكر خلال زيارة لحاكم الولاية بابا جانا زولوم أن الحصيلة تجاوزت المكاسب العملياتية المسجلة في عام 2024. وأضاف أن القوات الجوية دمرت أيضا ما يربو على 200 مركبة تقنية و166 مركزا لوجستيا في هجوم شامل ضد مسلحين في الشمال الشرقي. وهاجم مسلحون من جماعة بوكو حرام وجماعة منشقة عن داعش في غرب أفريقيا هاجموا قوات الأمن والمدنيين في شمال شرقي نيجيريا، ما أسفر عن نزوح واسع النطاق وسقوط آلاف القتلى. وأعلن الجيش هذا الأسبوع أنه قتل العشرات من أفراد العصابات المسلحة في عملية جوية وبرية مشتركة في ولاية زنفارا شمالي غربي نيجيريا، بعد أن شوهد أكثر من 400 منهم يستعدون لشن هجوم على قرية في الولاية. أكدت بيلاروس أنها ستتدرب على نشر صواريخ أورينشينك الروسية القادرة على حمل الرؤوس النووية خلال مناورات عسكرية مع روسيا قرب حدودها مع دول في الاتحاد الأوروبي وأعضاء في حلف شمال الأطلسي. وتشعر كييف وعدد من دول أوروبا الشرقية بالقلق إزاء احتمال نشر تعزيزات عسكرية في بيلاروس الواقعة على حدود أوكرانيا وبولندا وليتوانيا ولاتفيا. وأعلنت روسيا عزمها نشر صواريخ أوريشينك الفرط صوتية القادرة على حمل الرؤوس النووية في بيلاروس بحلول نهاية العام. وستجري روسيا وبيلاروس مناورات زاباد 2025 المشتركة من 12 إلى 16 من سبتمبر القادم. وتضم مناورات زاباد العسكرية عادة عشرات آلاف الجنود، وهي استعراض للقوة قرب الحدود الغربية لبيلاروس.
فرضت الصين عقوبات على بنكين في الاتحاد الأوروبي لتفي بذلك بتعهد بالانتقام بعد استهداف التكتل لبعض البنوك الصينية حسب ما أفادت وكالة بلومبرغ للأنباء. وذكرت وزارة التجارة الصينية في بيان أن الصين ضم بنكي يو اي بي أوربو بانكس وإي بي مانو بانكس لقائمة الإجراءات المضادة، وتحظر هذه الخطوة على المنظمات والأفراد في الصين القيام بأعمال تجارية أو التعاون أو غيرها من الأنشطة مع المؤسستين. وذكرت الوزارة في بيان منفصل أنها تأمل في أن يقدر الاتحاد الأوروبي علاقته بالصين وأن يصحح خطأه ويتوقف عن الإضرار بمصالح البلاد. وقعت وزارتا الدفاع السورية والتركية اتفاقية تعاون دفاعي مشترك بين البلدين تهدف إلى تعزيز قدرات الجيش السوري وتطوير مؤسساته وهيكليته ودعم عملية إصلاح قطاع الأمن في سوريا بشكل شامل. وأفادت بذلك وكالة سانا مشيرة إلى أن مراسم التوقيع جاءت بعد لقاء جمع وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني ووزير الدفاع مرهف أبو قصرة ورئيس جهاز الاستخبارات حسين سلامة مع وزير الدفاع التركي السيد يشار جولر. وتأتي هذه الاتفاقية في إطار تطوير الجيش السوري من خلال تدريب عناصره بطريقة احترافية ووفق المعايير الدولية بما يحد من مخاطر الانتهاكات التي قد ترتكبها الفصائل غير المدربة. مشاهدينا، قبل الختام إليكم تذكير بأهم ما جاء في هذه النشرة من أنباء. جناح إقليم جنوب البحر الأحمر في مهرجان إريتريا يعمل على توسيع المعرفة التراثية. المشرفون على جناح إقليم عنسبة يؤكدون أن الهدف هو نقل التراث والعادات. تقييم العام الدراسي المنصرم في الإقليم الأوسط. سلاح الجو النيجيري يؤكد مقتل نحو 600 مسلح خلال 8 أشهر. بيلاروس تعتزم اختبار نشر صواريخ قادرة على حمل الرؤوس النووية مع روسيا. والصين تفرض عقوبات على بنكين بالاتحاد الأوروبي في إجراءات انتقامية. مشاهدينا، انتهت النشرة. شكرا على حسن المتابعة. تحية لكم أينما كنتم. إلى اللقاء.